في حمار مات مش من الجوع، من التردد. في حمار دونكي كان واقف في نص الطريق ما بين ميه وتبن، عطشان وجعان. شويه يبص للميه وبعدين يفكر في التبن، بعدين يرجع يفكر تاني في الميه وبعدين يفكر في التبن. فضل واقف في النص مش عارف يختار يروح للميه ولا التبن، عطش ولا جوع. يوم ورا يوم وهو بيحلل ويفكر ويستنى القرار المثالي، وفي الاخر مات، لا شرب ولا اكل. عارف المشكله؟ ده احنا مش بنفشل عشان ما فيش فرص، احنا بنفشل عشان بنفكر زياده. عايز تختار الصح 100%، عايز تضمن النتيجة قبل ما تتحرك، فبتفضل واقف في النص، لا بتروح هنا ولا بتروح هنا لحد ما الفرص بتضيع وعمرك بيضيع معاها. الحقيقة مفيش اختيار كامل، لكن أي قرار بتاخده أحسن من إن أنت تبقى واقف مكانك وما بتعملش حاجة. الحركة بتخلق وضوح، ولما بتتحرك بتبدأ تتفتح قدامك الفرص وبتبدأ تشوف الصورة كاملة. اختار اتجاه وابدأ دلوقتي. ولو حاسس انك واقف في مكانك ومش قادر تتحرك، اكتب لي كومنت وتعالى نتناقش فيه.